عالسلامة، أول مرة أديكم في قناتي. اليوم عملت كعبات بريتاسي. نودكم أولا تشهيكم أعطيكم وصفة قيدوها عندكم أكيد باش تعجبكم. عنا هوني حطينا كاس حليب نفس الكاس نكيلو بيه 100 ولا 200 مليلتر، انتي وش ما تحب. حطينا كاس حليب، كاس ماء دافين بالطبيعة مغرفة تحمير الخبز، حركوهم مليح مع بعضهم، زدناها معظمة كيف نكملوا مواصلين في التحريك. ومن بعد نزيدوهم الملح ونحركو ومغرفتين زيت، كملوا مغرفتين زيت نحركو ديما التحريك. ومن بعد نلموهم الفارينة هديك جي تتلم. جينا انا هوني عملت بريسك اكثر مرتلب شوية فارينة، نلموها ديما حتى كش نتحصلوا على عجينة طرية. خليوها تحمر نص ساعة مرة أولى، وبعديك نخرجوها بعد ما حمرت هكا وارتفع الشكل متاعها. نخرجوها ونحطوها سير بلان دو ترافاي، نرشو عليه الفارينة ونحلوها بالقلقال ونشكلوها دوائر. انتي وشنو القالب اللي عندك اللي تحب تستعمله. العجينة نحلوها مش جويدة ومش خشينة، تحكيت 1 سنتيمتر هكاك حتى مازال باش تحمر مرة أخرى. وني شكلناهم دوائر. انتي وشنو القالب اللي عندك اللي تحب تعمل بيه. شكلناهم دوائر وباش نعاود نخليوهم يختمروا مرة أخرى حكاية نص ساعة. وديما الفارينة والشوية باش ما تلصقش، خليوها تحمر مرة أخرى نص ساعة هكاك في بلاصة دافية. ومن بعد باش نقليوهم الزيت. وني صايي عجينتنا حضرت، كعباتنا تحمروا، حطيناهم في الزيت، قليناهم، ندوروهم منا ومنا كيفاش يجيو محلاهم منفوخين، وما نحكيلكم مش راهم طريين وفارغين من داخل، خفاف عالآخر. كوني حضرنا الحشو، عملنا ريزة حليناها بشوية زيت بشوية ماء، حضرنا بطاطا مسموطة صمتناها، حطينا معاها رشة ملح رشة فلفل أكحل، بعض مسموط والثوم والزيتون. حطينا الفرز، حطينا الهريسة، حطينا البطاطا، زينا بالعظم الثوم والزيتون. ديما نزيدو الهريسة هذيك الحرورية هذيك لازم منها في ماكلتنا التونسية، نحبوها ديما حارة، لابد نزيدو شوية الهريسة من فوق. كعبتنا حضرو هشوشين وبنا، وما نحكيلكمش بالنسبة للمقادير اللي عطيتهالكم. طيحلكم 24 كعبة، أنا طيحتلي 24 كعبة، تاكلوهم بالصحة وشفاء. تنساوش تعملولي أبوني باش يوصلكم جديد ديما، ومرحبا بكم على قناتي.